أهلا بكم يا سنة رابعة ابتدائي. نشرح مع بعض الدرس الأول أنماط سكان بلدنا. يلا بينا نبدأ. أول حاجة في الدرس اللي هي تعداد السكان في مصر عبر العصور. يعني إيه؟ يعني تعداد السكان أو عد الأفراد في جميع العصور اللي مرت بها مصر. باختصار شديد ان تعداد السكان في مصر عبر العصور ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي ايه المقصود بالتعداد السكاني. التعداد السكاني عملية ان حصر شامل للسكان عشان يحددوا الخدمات اللي يحتاجها السكان في العصر الحاضر او المستقبل. يعني تعداد وعد الافراد. وتعد ان مصر من اقدم الدول التي اجرت عد للسكان، وتم ذلك هي عبر العصور المختلفة. زي في مصر القديمة ان قام المصريين القدماء بعد الافراد وتقدير المتوسط، يعني عد الاسر وصغار السن. ده زمان ايام المصريين القدماء. وعد بالإضافة أنه عد الجنود والضباط والمؤهلين للخدمة العسكرية في عهد مين دي؟ في عهد الملك ابن محتب الثالث. يبقى دي في عهد مين؟ في مصر القديم اللي حصل التعداد فيه أنه عد الأسر وصغار السن وعد الجنود وعد الضباط والمؤهلين للخدمة العسكرية. ده في عهد الملك ابن محتب الثالث. 2. وفي مصر الإسلامية لما دخل الإسلام مصر بعديها بفترات تم إجراء عد للأفراد وتحديد محل إقامتهم، يعني المكان اللي عايشين فيه. واستمر إجراءه قعد 6 شهور وهم يعملوا تعداد. أما في مصر الحديثة اللي هو حاليا إن بتقوم الدولة دلوقتي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات. طيب هدفه هدفه ان يعرفوا بيانات عن السكان، بس طبعا البيانات دي اتطورت عن زمان. بيقدروا يعرفوا معرفة بيانات السكان من حيث النوع اللي هو ذكر او انثى، والعمر سنه كام، مثلا 20 سنة 25 10 سنوات 5 سنوات وهكذا. ومحل الإقامة انه ساكن فين، ومستوى التعليم هو في الجامعة ولا ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي. والحالة الاجتماعية انه متزوج يعول، يعني زي كده. والوضع الاقتصادي هي الحالة المادية بتاعت اي فرد. موعده ان حصل تعداد سكان في مصر عام 2017، يعني سنة 2017 بلغ عدد السكان فيه حوالي 94 مليون و800 ألف نسمة. المتوقع في الإجراء اللي جاي اللي هو التعداد السكاني يكون في سنة 2027 ميلادي. الجهة المسؤولة عنه اللي هو طبعا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. المكان دي يوجد فوقه الساعة السكانية، وهي شاشة تظهر تقديرات عدد سكان مصر. والشاشة دي اللي فوق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دي شاشة بتعمل تقديرات. يعني لو اتولد مولود أو 10 أو 100 على طول بتتغير الشاشة وبتحط الأرقام الزيادة. مثلا لو حصل لا قدر الله مثلا وفيات وبتحصل، فبيشال من التعداد السكاني عدد الوفيات اللي تم تسجيلها. يتزايد عدد السكان طبعا مع مرور الوقت بسبب ارتفاع عدد المواليد. 2 اللي هو توزيع السكان في مصر. طبعا توزيع السكان بيختلف. توزيع السكان في مصر بين المحافظات اللي هي بتقل فيها عدد السكان عن مليون اللي هو محافظة جنوب سيناء، وتعد أقل محافظات الجمهورية مكانة اللي هي جنوب سيناء. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي بما تفسر تعد أقل محافظات الجمهورية سكانا اللي هي محافظة جنوب سيناء. أقول له خد بالك معاي كده وركز بالراحة. أقول له لصعوبة مظاهر سطحها وندرة موارد المياه فيها، يعني المياه قليلة
وأغلبها صحاري. المحافظات اللي هي بتزيد قوي في عدد السكان والناس بتروح المحافظات دي وتسكن فيها لغاية ما اكتظت، يعني كترت جو السكان فيه، اللي بيجي عدد سكانها أكتر من 8 ملايين نسمة، زي محافظة محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة. ودول بيعدوا محافظة القاهرة اللي هي أعلى محافظات الجمهورية سكانا. ممكن يجيب لي سؤال برضو عليه، أقول له لأنها عاصمة البلاد. أنماط السكان في مصر، نمط السكان يعني ازاي بيعيشوا، مثلا الحرفة اللي فيها، اللي بيشتغلوها، اللي السائد في البلد او السائد في المكان. تنقسم ل3: سكان الحضر اللي هم السكان الذين يسكنون المدن، وسكان الريف اللي هم بيسكنوا الريف، وسكان الصحاري اللي هم البدو اللي في الصحراء. سكان الحضر هم السكان اللي بيسكنوا في المدن. هناك 4 محافظات زي ما نحن عارفينهم اللي هم مزدحمين بالسكان، اللي هي القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد. دول 4 محافظات اللي زيادة سكانية هائلة فيها. عاوزين نعرفوا خصائص سكان الحضر دول اللي هم ال4 محافظات اللي قلناهم: القاهرة، الإسكندرية، السويس، بورسعيد. خصائص السكان إنهم بيعملوا في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات والتعليم والصحة والمصرفية وغيرها. يعني بيشتغلوا لأنه نسبة التعليم عالية هناك، فبيشتغلوا في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات التعليمية والصحية والمصرفية وغيرها. المصرفية اللي هي طبعا في البنوك والأماكن الصرافة والعملات والحاجة دي. نسبتهم إنهم يمثلوا حوالي 42.4% دول اللي هم يعني نسبة التعليم عالية فيهم، ولسه هنتكلم عن التعليم والكلام. من إجمالي عدد السكان في مصر وفقا لتعداد 2017 الماضي، تمام. لكن خصائصهم التعليمية: نسبة الأمية بين سكان الحضر قليل، نسبة الأمية ضعيفة خالص. ليه؟ لأن هناك في انتشار المدارس وارتفاع مستوى المعيشة في البلد، في المحافظات دي. طيب مشكلتهم إنه من كتر السكان بتظهر العشوائيات اللي هم الجماعة اللي بيسكنوا كده يعني جنب بعض كده ومكتظة بالسكان وحواليها، مناطق لم يدخلها التنظيم. زيادة الضغط على الخدمات، يعني طبعا العشوائيات دي بتسبب انه بيعمل ضغط على الخدمات. عاوز طبعا صرف صحي، وعاوز غاز، وعاوز كهرباء، وعاوز المياه، وعاوز المرافق الأساسية للحياة. وترجع هذه المشكلات إلى هجرة سكان الريف إنهم راحوا المدينة. يعني كلهم مثلا بيكون في الريف وياخد بعضه ويروح القاهرة. بص حي السيدة زينب، بص للتطوير اللي بتعمله الدولة بعد ما عملته الدولة. جهود الدولة لحل مشكلات سكان الحضر، إنها بتقوم الدولة بتعمل حاليا بتنفيذ المشروع القومي لتطوير العشوائيات، مثل مشروع تطوير حي السيدة زينب. أنت شايف الصورة قدامك اللي كان العشوائيات اهي على يمينك، والإنشاءات الجديدة عشان خاطر يعملوا للي ساكنين في العشوائيات يدولهم شقق كده، وعشان خاطر ويعيشوا حياة كريمة. سكان الريف اللي هم مين؟ اللي بيسكنوا القرى. طيب خصائصهم يعني اللي بيشتغلوه، اللي بيعملوه، اللي نعرف عنهم يعني خصائص سكان الريف: انهم بيعملوا في الزراعة وتربية الحيوانات
ونسبتهم يمثلون 57.6% من إجمالي عدد سكان مصر، وفق للتعداد اللي اتعمل 2017 زي ما احنا قلنا. خصائصهم التعليمية إن بترتفع نسبة الأمية بين سكان الريف. يعني قلنا الحضر نحن لأنه هناك مدارس. مشكلاتهم هنا في الريف إنه بيكون المشكلة الأساسية كثرة الإنجاب والزواج المبكر. دي من النتائج اللي أدت إلى زيادة متوسط عدد أفراد الأسرة في الريف مقارنة بالحضر. وفي نحن قلنا في الحضر في ارتفاع مستوى معيشي، لكن في القرى انخفاض مستوى المعيشة. انخفاض مستوى المعيشة بيفسر لنا نتيجة قلة الخدمات، في نقص في فرص العمل. طيب، نعرف جهود الدولة لحل مشكلات سكان الريف عملت حياة كريمة. إن عملت توعية الشباب بأهمية تنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب. والتانية إن أطلقت مبادرة لتنمية الريف مثل مبادرة حياة كريمة. آخر حاجة اللي هم البدو اللي بيعيشوا في الصحاري، اللي هم يعيشون في الصحاري المصرية. والخصائص البدو دول إنهم بيعملوا في حرفة الرعي. نسبتهم يمثلون نسبة ضئيلة جدا من سكان مصر. طيب ماشي، جهود الدولة عملت إن بذلت الدولة جهودا عشان تعمل لهم استقرار وتحسين مستوى معيشتهم من خلال عملت لهم بنت لهم مساكن يسكنوا فيه، ووفرت لهم فرص عمل في مجال الزراعة والتعدين. الزراعة طبعا نحن عارفينها انه يزرع، والتعدين اللي هو التنقيب عن البترول، استخراج المعادن. طيب، أهمية تنوع أنماط سكان مصر. التنوع ديتي في سكان مصر، يعني ده حضر وده من القرى يعني الريف وده من سكان البدو، بيعمل بيساعد على تنوع سكان مصر عشان يحققوا عشان يبقى عندنا تكامل بين السكان وتبادل المنتجات. يبقى تكامل بين السكان وتبادل المنتجات. يعني الريف مثلا عنده الحيوانات وعنده الزراعة، فده بيحتاجهم الحضر، يعني عملية تكامل وتبادل المنتجات بين المحافظات في مصر. والخطوة الثانية التنمية في جميع المجالات الاقتصادية، برضو دي من ضمن التنوع بين أنماط سكان مصر. بكده شرحنا الدرس الأول من الوحدة الأولى السكان ونظام الحكم في بلدني، الدرس الأول اللي هو أنماط سكان بلد. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تشجعونا ويوصلكم كل جديد من شرح وأسئلة. كان معكم مستر رفعت من قناة تفوق في الدراسات الاجتماعية.